السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في اولى حلقات كورس المحادثه المقدم من قناه انجليزي ديليفري. كتير مننا بيدور على كورس للمحادثه يكون بعيد عن الملل وغير معقد وبسيط. الحقيقه دي اول حاجه جت في بالي وانا بحضر للكورس ده، ولو في اي اضافات منكم محتاجينها يا ريت تكتبوها لي في التعليقات، لان القناه دي بعد فضل ربنا منكم وبيكم. اهلا بيكم، انا مصطفى عبده وانت بتتفرج على كورس المحادثه المقدم من قناه انجليزي ديليفري. فيديوهات المحادثه هتكون كالتالي: الاول هنشوف الكلمات الجديده اللي في المحادثه، هعرفها لك واعرفك معناها واعلمك ازاي تنطقها كويس، وبعد كده هوريك المحادثه واحده واحده جمله جمله، وبعدها هعرض لك المقطع اللي ظهرت فيه الجمله. ركز معايا. وبعد كده هعرض لك المقطع مره بطيء ومره سريع علشان امرنك على مهاره الاستماع. مش بس كده، ده انا هقول لك على شويه مصطلحات ليها نفس معنى المصطلحات اللي جت في المحادثه علشان يكون عندك حصيله لغويه كبيره، وهنمشي على النظام ده لحد ما نخلص المحادثه كلها، وبعد كده هتكون جاهز انك تشوف المحادثه كلها مره واحده، وبالتالي هتقدر تفهمها بسهوله من غير ترجمه. طبعا انت عارف ان في ناس كتير بتدور على كورس للمحادثه، فياريت ما تبخلش عليهم وتشير لهم الحلقات. ده لو عجبك الكورس ده، لكن لو ما عجبكش كبر دماغك. المحادثه بتاعت النهارده هتكون في المطار. في المطار مره واحده؟ في المطار مره واحده، ما تقلقش، هتكون بسيطه وسهله ان شاء الله. بص يا سيدي، المحادثه حصلت في المساء، فتحيه المساء اقول good evening. good evening. good evening. طبعا كورس المحادثه هيدربك معايا على الاستماع والنطق الصحيح. يلا بينا نسمعها. يلا بينا. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. زي ما انت شايف ان المحادثه ما بين موظفه المطار والست المسافره، وطبعا وظيفه الست دي الموظفه انها ما تدخلش اي حد في الممر غير الناس المسافره. فاول حاجه بتسال عليها بطاقه الصعود للطائره. بطاقة الصعود للطائرة اللي هي شكلها كده. البطاقة دي بيبقى فيها الاسم ورقم المقعد وبوابة الصعود للطائرة. اسم البطاقة دي بطاقة الصعود للطيارة اسمها boarding pass. boarding pass. فهتقولها ازاي الموظفة؟ هتقول boarding pass please. boarding pass please. Boarding pass, please. Boarding pass, please. فبالتالي الست المسافرة هترد عليها وتقول لها here it is. here it is. here it is. التركيبة دي اللي أنا قلتها معناها تفضلي، إليكي ما طلبتي. نسمع. Here it is. Here it is. سمعنا؟ يا ترى في بديل للمصطلح اللي أنا لسه سامعه دلوقتي here it is؟ يا ترى في بديل ل here it is؟ here it is؟ في. ممكن أقول here you are. here you are. here you are. إليك ما طلبت، تفضل. وممكن كمان أقول here you go. here you go. here you go. here you go برضو ليها نفس المعنى. ممكن أستخدم أي واحدة من الثلاثة اللي أنا قلتهم. وطبعا الموظفة بعد ما سألت عن بطاقة الصعود للطائرة بصت فيها وعرفت الممر اللي هتمشي فيه، فبتدلها على الطريق وتقول لها go straight ahead. go straight ahead and then take a left. go straight ahead and then take a left. go straight هنا معناها امشي على طول في خط مستقيم. لما نضيف لها ahead في نهاية الجملة تبقى امشي على طول في خط مستقيم إلى الأمام. Go straight ahead and then take a left. Go straight ahead and then take a left. كلمة ahead هنا معناها إلى الأمام، مش لليمين ولا الشمال ولا للخلف. امشي على طول إلى الأمام. go straight ahead. and then معناها ثم بعد ذلك. and then ثم بعد ذلك take a left. take a left يعني خد شمال. take a left معناها خد شمال، خد شمالك. يلا نقول الجملة كلها على بعضها. go straight ahead and then take a left and then
take a left. Go straight ahead and then take a left. يا ترى في طرق تانية أقول بيها خد شمال غير take a left؟ في. ممكن أقول make a left. make a left. وممكن كمان أقول turn left. turn left. كلهم بيأدوا نفس المعنى. لو عايز تستخدم أي واحدة فيهم أنت براحتك. بعد كده الست المسافرة هتقول لها إيه؟ هتقول لها okay thank you. okay thank you. تعال نسمع. Okay. Enjoy your flight. Okay. Enjoy your flight. هتلاحظ الموظفة بتقول لها enjoy your flight. enjoy your flight. enjoy your flight. enjoy هنا معناها استمتع. enjoy your flight معناها استمتع بالرحلة الجوية بتاعتك. يعني بالبلدي كده معناها رحلة سعيدة. على فكرة ممكن تقول لها توصلي بالسلامة. في الحالة دي هنقول have a safe trip. have a safe trip. have a safe trip. كده الست الموظفة خلصت اللي قدامها وبتاخد مسافر تاني. فهتقول طبعا boarding pass please. boarding pass please. طبعا احنا خدنا المصطلح ده ومش هنعيده تاني. Boarding pass, please. Boarding pass, please. Certainly, here it is. Certainly, here it is. Go straight ahead and take a left. Go straight ahead and take a left. على فكرة الراجل ممكن يرد بشكل مختلف عن الست اللي قبله. فهيقول certainly here it is. certainly here it is. Certainly, here it is. certainly معناها بكل تأكيد. فالراجل ده هيركب نفس الطيارة فهتقول للموظفة go straight ahead. go straight ahead and then take a left. and then take a left. نسمع. Go straight ahead and take a left. Okay, thank you. Enjoy your flight. فهتلاحظ الراجل هنا بيقول لها ايه؟ بيقول لها oh okay thank you. oh okay thank you. وهترد الست الموظفة عليه وتقول له enjoy your flight. enjoy your flight. ودلوقتي جاء وقت ان احنا نسمع المحادثة كلها. يلا بينا. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Boarding pass, please. Boarding pass, please. Here it is. Here it is. Go straight ahead and then take a left. Go straight ahead and then take a left. Okay. Enjoy your flight. Okay. Enjoy your flight. Boarding pass, please. Boarding pass, please. Certainly, here it is. Certainly, here it is. Go straight ahead and take a left. Go straight ahead and take a left. Okay, thank you. Enjoy your flight. Okay, thank you. Enjoy your flight. Good evening. Good evening. Boarding pass, please. Here it is. Go straight ahead and then take a left. Okay. Enjoy your flight. Good evening. Oh, good evening. Boarding pass, please. Certainly, here it is. Thank you. Go straight ahead and take a left. Okay, thank you. Enjoy your flight. في النهاية لو عجبك الفيديو متنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل مشاركة. أشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.